أهلا بيكم. النهاردة هنشرح واحدة من أكتر الدوال المهمة والمشهورة في الإكسل، الدالة VLOOKUP. الناس كتير بتخاف منها في الأول، بس والله سهلة جدا، وإن شاء الله بعد الفيديو ده هتبقى بتحبها زي كده. يلا بينا نبدأ ونشوف بتشتغل إزاي خطوة بخطوة. بص يا سيدي، أنا دلوقتي واقف في الخلية اللي عايز أطلع فيها اسم الموظف، وليكن الخلية I2. أول حاجة هعملها إني أكتب يساوي VLOOKUP. أول ما أكتبها الإكسل هيبدأ يطلع لي قائمة فيها الدوال اللي بتبدأ بحرف V. أنا هاخد منها VLOOKUP وبعمل دبل كليك بالماوس على اسم الدالة، مش بدوس انتر، لأ. بعد ما أعمل دبل كليك هضغط على الزرار اللي فوق اسمه FX، وده اللي هيفتح لي نافذة اسمها Function Arguments، ودي اللي هنملأ فيها الدالة خطوة بخطوة. أول ما النافذة تفتح هتلاقي 4 خانات قدامك. Lookup Value، ودي أول خانة، هنا بكتب القيمة اللي بدور عليها، وفي المثال بتاعنا دي الخلية اللي فيها كود الموظف، يعني هختار H2 علشان ده الكود اللي الإكسل هيبدأ يدور عليه. التيبل Array دي النطاق اللي فيه الجدول اللي بدور فيه. هحدد من أول A2 لحد D6، لأن أول عمود عندي فيه الأكواد والأعمدة التانية فيها الاسم والقسم والراتب. بس خد بالك من دي كويس قوي، لازم بعد كده نثبت النطاق ده علشان لما نسحب الصيغة لتحت الإكسل ما يغيرش المرجع، وده بنعمله عن طريق إننا نضغط F4. نيجي بقى للخانة التالتة، Call Index Number، ودي رقم العمود اللي عايز ترجع منه القيمة. يعني مثلا لو عايز الاسم تكتب 2، لو عايز القسم تكتب 3، لو عايز المرتب تكتب 4. أنا هنا عايز الاسم فهكتب رقم 2. Range Lookup، الخانة دي مهمة جدا برضو، بتحدد نوع التطابق اللي عايزه. لو كتبت 0 أو false يبقى تطابق تام، وده اللي احنا عايزينه. لو كتبت 1 أو true يبقى تطابق تقريبي، وده نادر جدا في استخدامها. فأنا هكتب 0 علشان أضمن إن النتيجة تطلع مظبوطة 100%. كده خلاص ملينا كل حاجة صح. دلوقتي هضغط Enter. بص كده النتيجة طلعت فورا، جاب لي اسم الموظف اللي كوده مكتوب في H2. ولو غيرت الكود في H2 مثلا وكتبت EMP004 هتلاقي الاسم اتغير تلقائي في الخلية دي. يعني الإكسل فعلا دور على الكود وجاب القيمة اللي مقابلة ليه من الجدول. أفكرك تاني، لو سحبت الصيغة دي لتحت علشان تجيب باقي الأسماء لازم الجدول يكون متثبت. لو مش متثبت هتلاقي النتائج بتبدأ تغلط لأن النطاق بيتحرك، فخليها عادة عندك. أي نطاق في VLOOKUP اضغط F4 قبل ما تضغط Enter. وكده يا جماعة نكون فهمنا دالة VLOOKUP خطوة بخطوة، من أول ما بنكتبها لحد ما نفتح FX ونملى البيانات ونثبت الجدول. لو عجبك الشرح دوس لايك واشترك في القناة علشان تشوف باقي الفيديوهات اللي بنشرح فيها إكسل بطريقة سهلة وسريعة. وما تنساش تكتب لي في الكومنتس إيه الدالة اللي نفسك أشرحها بعد كده. أنا عبد الله شرارة، وده كان شرح النهاردة من قناة أبشيت. خليك دايما up to date مع إكسل.